السلام عليكم، أهلا بكم أحبائي في قناة رسمة وورد. مرحبا بالمشتركين الجدد، أدعوكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس توصلكم كل جديد، وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو. إذا اليوم راح نشوفوا كيكة البرتقال. إذا بلا ما نطول عليكم ندوزوا إلى المقادير وكيفية التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تحضير كعك البرتقال، عندنا المول تاع السيليكون، عندنا تقدروا ديروا هذا المول تاع الإينوكس، عندنا كأس ونصف من السكر، كأس إلى ربع زيت نباتي، كأسين من عصير البرتقال، واحد نديروه للكريمة وواحد نديروه لاباط. عندنا ساشية ونصف تاع لوفور اللي هي بيكين باودر، وحده ترفد 10 غرامات، اذا مع النص تولي 15 غرام. عندنا ياغورت طبيعي كما تقولوا نتوما الزبادي، عندنا 4 حبات بيض، عندنا النشا، وعندنا ملعقتين كبيرتين تاع زيت تاع البرتقال، وعندنا الباتور. كذلك عندنا نكهات تاع البرتقال. اذا عندنا 4 حبات بيض، نديروا لهم قرصه تاع ملح باش تطلع. الوغ نزيدوا لهم الزيت تاع البرتقال، نحيلهم النكهه تاعهم. تقدروا تضيفوا لافاني كذلك، نضربوهم بالباتور. اذا كي يضاعف حجم البيض نضيف السكر تدريجيا. كي يدور اللون تاع الخليط نضيف الزيت الطبيعي تدريجيا مع الخفق الى ان ننتهي من الكميه. ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من ياغورت طبيعي والتخليط كذلك. وفي الأخير نضيف عصير البرتقال بالتدريج. وفي الأخير نضيف نكهة كسوة تاع البرتقال. فاتني تسمى التصوير، المهم اني حطيت هنايا ملعقه صغيره تاع مركز عصير البرتقال. نحطوا لنا جواشف كاع مع بعضها، نحطوا لها لوفور مع لا فارين. عندنا علبه ونصف، يعني تجي واحد حوالي 3 ملاعق صغيره مملوءه تاع بيكين باودر. دوك نحط الفرينه حوالي بهذا الكيله، حوالي 3 كيسان تاع لا فارين. دوك حنا نديرو هنا درنا 2 كيسان كاسين ونشوفوا. اذا درنا حكم لي هنايا ديت كاسين ونصف تاع لا فارين تاع 220 مليلتر. دركا زدت له نصف كاس، ما كلشي 3 كيسان، يعني جاني سوا سوا. دوك نتوما ديروا 2 كيسان ونص وشوفوا مع الفارين تاعكم كل نوع وكيفاش يشرب السوائل. اذا تدهنوا مليح السيليكون تاعكم بالزيت الطبيعي. اذا تفرغوا لاباط تاعكم في المول تاع السيليكون، تفوتوا النصف. الكميه جاتني هنا بزاف باسكو المول تاعي شويه صغير، قسمته على 2، درتوه النص هنا ونص في المول الثاني. تخبطوا مليح الاخر تاعكم، ومام تكونوا الفور تاعكم يسخن على 180 درجه مده 4 الى 20 دقيقه، يسخن مليح. تحطوه في الفوغ مده الطهي حوالي 40 الى 45 دقيقه. اذا دوكا نديروا الكريمه تاعنا تاع البرتقال. واش نديروا؟ نحطوا دابور الجو، كاس تاع الجو عصير البرتقال، نزيدوا له ملعقتين كبيرتين تاع سكر، ونخلطوه شويه، ومن بعد نزيدوا ملعقتين كبيرتين تاع نشاء، نحطوه على نار هاديه حتى يعقد. كي يعقد لنا نحو سخون ونفرغوه هكذاك فوق الكيكه ديالنا. تدخلوا السكين في الكاك تلقاوه ناشف تنحوه.
اذا دوك نزينوا الكيك تاعنا، نفرغوا عليه الكريمه وهي ساخنه. ونزيدو طريقه التزيين يعني اختياريه، ونزيدو نفرغوا عليه شويه بودره السكر، سكر غلاس. تغطوا وسط تاع الكيك بصحن او غطاء باش السكر غلاس يجي في الجوانب برك. اذا هاي لك الكيكه تاعنا في الاخير. اذا واش نقول لكم، الى ان نلتقي في فيديو اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.